رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. انا مش مصدقه ان احنا دلوقتي في شعبان وخلاص، يعني خلاص محدش بقى يقول لي انت مستعجله على رمضان ليه؟ شفتوا الايام جرت ازاي؟ او احنا من دلوقتي بدأ على عد التنازلي، كل يوم بيروح بيقربنا من رمضان اكتر. يا جماعه الايام دي هي اللي فيها كل حاجة حلوة ممكن نعملها ونفرح بيها، عشان في رمضان نركز اكتر 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 في عبادتنا وفي الحاجات اللي هي المهمة، ونستمتع بيه بجد، ونكون فاضيين من كل حاجة. يعني اللي عايز يجدد بيته، اللي عايز ينظف حاجة، اللي عايز يعمل ترتيبات، اللي عايز يغير شكل أوضة، اللي عايز يتفرج لرمضان، اي حاجة من دي تقدري تعمليها دلوقتي، وهتستمتعي جدا جدا بالخطة اللي هتعمليها عشان تنظفي المكان اللي انت بتعمليه، او عشان ترتبي حاجة، او عشان تشتري حاجة. كل دي بتبقى استمتاع والله، وبتبقى حاجة حلوة قوي لأي حد يحس بيها. فربنا يبلغنا رمضان بكل خير وسعادة. وتعالوا بقى النهاردة عشان الفيديو دسم جدا وحصل فيه حاجات كتير، وانا والله العظيم لطف ربنا مغطيني بطريقة. يا جماعة انا بشوف ربنا في حياتي في كل لحظة وفي كل حاجة. لو انتوا تركزوا مع حياتكم هتشوفوا ربنا في كل حاجة وفي كل نفس بنتنفسه. انا ربنا سترها معايا، انتوا عارفين والله انا كنت خلاص يعني كان ممكن اموت، او كان ممكن يجرالي حاجه صعبه. والله ما لمستني النار ولا اتاذيت الحمد لله في اي حاجه. بس انتوا هتتفاجئوا وهتتصدموا اساسا، وهتعرفوا السبب دلوقتي في الفيديو. بس خليني دلوقتي استمتع معاكم بالاجواء الرمضانيه. لقيت المعرض ده على المشي وانا ماشيه، الصراحه انا ما جبتش منه اي حاجه، بس دخلت صورت كله. فرحانه ان الحاجه مرصوصه وحلوه كده. لو اصلا كمان في حد عنده بضاعه وبتكون مثلا مركونه عنده، اقسم بالله تحسوا ان هي بتطلع تزغرط كده في رمضان، تبقى بتزغرط وحلوه وجميله، وبتبقى بتزغلل في العينين. لان اي حد نفسه في حاجه بيشتريها في ايام زي دي. ربنا يرزقكم كل الخير، تجيبوا لبيوتكم كل حاجه وتعمروها من الابره للصاروخ. العمار وكل واحد على قد ما يعمر. العمار مش لازم يكون اعلى حاجة، ولا العمار على قد حالك، يعني على قد ما تقدري تكوني معمرة بيتك عمري بأي حاجة. الإبرة والخيط في بيتك نعمة اقسم بالله. فتعالوا بس كده، البتاعه دي عجبتني قوي قوي. البوله دهيت انا كنت شايفاها ب 200 جنيه في مكان، الصراحه لقيتها هنا ب 120 جنيه، فحلوه قوي. واو حلوه. انا كمان عايزه اقول لكم وعايزه اشكر كل الناس اللي وصل لهم اوردرات مني للحلل اللي استلس. ربنا يبارك فيكم يا رب، زي ما فرحتوني بكلامكم الحلو ورضيتوني الحمد لله. كل اللي خدها شكر فيها، اللهم لك الحمد. وفي اوردر كمان ان شاء الله هصوره بقى معاكم بكره، عشان انا طلع معايا كذا اوردر ما صورتوش، فهصوره معاكم بكره عشان باذن الله تشوفوها وتعرفوا سعرها. واكد على سعرها من تاني، يمكن نشتغل فيها شويه قبل رمضان، وربنا يرزق الجميع يا رب باذن الله، واقدر اوصلها لكم زي ما انا دايما بوصل لكم اي حاجه حلوه انا بشوفها حلوه او بلاقي سعرها كويس. والله العظيم ببقى عايزه اعدي على واحده فيكم واجيب لها واديلها منها. المهم بقى، انا عندي فرح يوم الجمعه، عندنا فرح، فرحت الحنان على طول. طبعا انتوا عارفين انا بدخل المحل ده اخد اللي انا عايزاه واطلع من غير كلام والله العظيم الصراحه. ولا حتى بصوا، يعني هو المكان يا جماعه يعتبر مكاني صحيح، مش بالحقيقه مكاني، لكن نفسيا هو مكاني. اللي عند حنان عندي والله يا جماعه. فبجد عندها كولكشن خطير. هي اختارت لي الفستان ده، انا شايفه انه حلو وساتر وجميل، وعايزه رايكم، مستنيه رايكم. اللي هيسال بقى حنان مين، فانتوا عارفين طبعا ان حنان اكتر من اختي بكتير، واغلب اللي متابعني عارف. بصوا يا جماعه، احنا لينا فرعين. ده الفرع القديم فين؟ في فاطمه الزهراء
الشارع اللي بعد فرن الشمسي على طول هتلاقوا عندها كل حاجة بأقل أسعار وأحسن كوليكشن، حتى كمان الكماليات بتاعة الفساتين زي الطرح، الباديهات، الكرسيهات، كمان الحاجات اللي هي بتكبر وتصغر دي انتوا عارفينها والله. انا اللي هي البوش اللي هو الاندر بوش والحاجات دي برضو موجودة عندها. الفرو، الجواكت الفرو، الحاجات اللي بتحط على الكتاف، كل حاجة حرفيا هتلاقوا عندها. الفساتين السكند بكل انواعها، سواء لو انت في خطوبة عاملة فستانين او في الفرح عاملة فستانين هتلاقي عندك يعني عندها كل حاجة. ده الفرع القديم اللي هي بدأت بيه، وفي فرع تاني موجود عند النادي في وش الفور سيزون، على اول يعني مكان حلقة قشطة القديم، المحل اللي جنبه على طول. تمام، فهتلاقوا الفرع ده والفرع ده والفرعين باسم حنان زايد. يا رب تكونوا اخدتوا بالكم الاسم. بصوا بقى الفستان ده هي مختاراه ان رؤية تقيسه، بس رؤية طبعا ما كانتش معايا فلا لبسته ولا قاسته، بس ان شاء الله يعني انا الفرح بالنسبه لي عندي يوم الجمعه، فيوم الخميس بقى اروح واخلي رؤية كمان تيجي معايا بقى ونشوف نقيس ونظبط. بس من هنا لغايه يوم الخميس قولوا لي بقى رايكم فيه ايه، هستنى رايكم يهمني جدا. بصوا بقى انتوا عشتوا معايا اجواء رمضان بره، وكمان شفت محل كده كان عارض حلويات بره كده بتقسيمات باسعار معينه، عجبني قوي الفكره. ربنا يرزق كل من كان، وشكل الحاجات الحلوه كانت جميله. بس انا كنت لسه رايحه اماكن كتير فالصراحه ما اشتريتش منهم ولا جربتهم، بس شكلهم كان حلو قوي يعني. والعلب والتغليف يعني انا اصلا مصوراهم عشان اقول لكم ان العلب والتغليف دي كلها رخيصه جدا، يعني تقدروا بقى تقدموا وتعملوا تقديمات حلوه زي اللي انتوا شفتوها دي عند الحلواني. وبسبب ايه؟ بسبب الكاسات والحاجات اللي هي بتتشري وسعرها رخيص جدا، يعني بتبقى الواحده بجنيه وربع، ب75 قرش، تجيبي من كل نوع عندك مثلا 10 يعني 50 جنيه يظبطولك الدنيا. تقديمات طول رمضان تقدمي بقى حلويات، كنافه بالقشطه، كنافه بالمانجا، كنافه بالتمر بالكريمه. ان شاء الله باذن الله والله العظيم بجد هتفرق معاكم قوي لو انتوا كمان من الناس اللي عندكم مثلا عزومات كتير او بتعزموا حد كتير وبيجي لكم عزومات كتير في رمضان. الحاجات دي هتبقى حلوه قوي لان هي بتستعمل كده يعني على الخفيف كده. يعني ممكن حتى لو انت عندك يوم عزومه تجيبي الحاجات ده استعمال خلاص، ولو عايزه تستغني عنها رغم ان هي في حاجات ينفع تستخدميها تاني، بس لو يعني انت عايزه تستغني عنها وما تعمليش كراكيب كتير برضو هتنفعك قوي. انا بفكر اعمل منها حاجات والله في عيد ميلاد صالح، يعني نفسي اعمل له يوم ميلاد، بلاش عيد يعني يوم ميلاد، بس هيبقى قبل رمضان بحاجه بسيطه قوي. فيا ترى هل هلحق او يعني هقدر اعمل حاجه ولا لا؟ ان شاء الله كل ده هتحضروه معايا باذن الله في الفيديوهات الفتره اللي جايه. المهم روحت على البيت جري ومسكت بقى كده، كان عندي غسيل فدخلت نشرت بقى الغسيل، كل الغسيل اللي كان عندي كنت مدوره غساله من قبل ما اطلع، وكان في دورين كمان انا غسلاهم، واحد بالليل وواحد الصبح، فقلت بقى الحق كده وانشر كل حاجه لان لسه هدخل اعمل اكل. ودخلت اعمل اكل بقى ولقيت لكم الدنيا ولعت الحمد لله والله ده ستر من ربنا وكرم رهيب. المهم بقى شايفين المنظر عامل ازاي، والحمد لله الغسيل اتنشر ابيض والوان وغوامق وكله ما خلتش. بصوا بقى دخلت على هنا، كنت طبعا الفرخه دي نقعاها في بتاع ده، في يا ربي، في جنزبيل ودقيق وملح وغسلها غسله وفتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسبتها تتصفى خالص على قد ما قدرت. لو كان عندي مناديل مطبخ كنت نشفتها كمان. كل ما الفرخه تكون ناشفه كل ما الصوص اللي انت هتحطيه او التتبيله هتثبت فيها. عملت انا بقى، فتحتها كده من كل حته، وبدات كنت عامله لها هنا عامله لها خلطه بقى اللي هي بصله مبشوره بالميه بتاعتها، وعليها كمان معلقه صلصه ومعلقتين زيت ذره وبابريكا وسماق وبهارات فراخ اللي هي الماجي بتاعت الفراخ، وايه كمان يا ربي، وفلفل اسود طبعا يعني اكيد. المهم يعني وشويه توابل. المهم بقى تبلتها كده، خليتش حته لما دخلت فيها والتتبيله كلها دخلت جوه اللحم بتاعها. جبت بقى الشبكه والصينيه دول هم بتوع الفرن الكهرباء، وقلت بقى هلفها بورق زبده وسلوفان واحط في قلب الشبكه من تحت، في قلب الصينيه من تحت ميه علشان تستوي وابقى متاكده ان هي استوت وكل حاجه فيها تمام. وبعد ما تستوي اشيل بقى انا ورقه الزبده والسلوفانه واشغل الشوايه فتبقى حمرا معايا وتمام. ده اللي كان في دماغي.
اتاري بقى والاقدار تشاء وربنا يشاء، يعني اتاري الولاد، حد من الولاد كب زيت، يعني كان فيه مثلا مقلايه انا حاطه فيها زيت او طاسه حاطه ايا كان، يعني انا مش فاكره ايه اللي حصل لاني ما كانش في حاجه جوه الفرن، يعني ما كانش فيه لا صينيه ولا مقلايه ولا حاجه، بس المهم ان كان فيه زيت مكبوب جوه الفرن انا ما شفتوش ولا خدت بالي منه، وكانت كميه زيت محترمه، يعني حوالي كوبايه زيت كده تقريبا من بتاع البطاطس ده مقلوب جوه الفرن، مغرق الفرن بال هي الصاج بتاع الفرن بالقعده بتاعه الفرن، حتى كمان الحته اللي هي بتولع نار اللي هي من تحت دي، انتوا واخدين بالكم؟ فالمهم انا لما ولعت الفرن ما كانش باين عليه اي حاجه، كان عادي جدا جدا. ودخلت بقى الفرخه وقلت اعمل هنا شويه كاكاو بلبن نشربهم انا وصالح، كنا قاعدين انا وصلوحه لوحدينا. فالمهم سبحان الله شايفين اللبن حبه منه طرطش كده مني، وانا كنت لسه فرشه المفرش ده، رحت شايلاه شطفته ودخلته على الغساله بسرعه، عشان اللبن من الحاجات اللي بتسيب ريحه في الحاجه، استغفر العظيم يا رب، ريحه وحشه، رغم ان اللبن ده ما شاء الله تبارك الله جميل، بس لو اتركم في حاجه، في حته قماشه، في حاجه، هتلاقوا الريحه مش حلوه خالص. وبعدين لقيت لكم تقولوا نار والعه كده، الحمد لله يا رب. قولوا انتوا عارفين لما ان الفرن بتاعي ما كانش مقفول كويس، اللي هو ما كانش عليه الكتمه دي اللي هي في كده صداده بتقفل الفرن جامد، الصداده دي عندي مخلوعه، فكان في تهويه داخله طالعه للنار دهيت. انتوا عارفين لو كانت مقفول جامد اقسم بالله كنت ساعه ما فتحته فرقع في وشي، ما كنتش عرفت انا اعصابي كلها باظت. انا عايزه اقول لكم ان انا مغيرت الكاميرا دلوقتي ناحيه النار بعد ما كانت الدنيا هديت، يعني كنت شلت الصاج الاولاني اللي هو بيبقى تحت كده في الفرن، يعني دي دلوقتي اللي هي الصاجه الاخيره بقى اللي منها النار كنت شايلها مولعه، طبعا كانت مليانه زيت بقى، والزيت كله مولع نار، فانا ما عرفتش اعمل ايه. انتوا عارفين عملت ايه؟ مش هتصدقوا انا عملت ايه اصلا. انا طبعا خايفه احط ميه فيقوم النار تزيد زي ما بنسمع، دي اول ما اتعرض للموقف ده. فعملت ايه بقى؟ رحت ماسكه ملح كيس ملح، ورحت كباه عليها مفضيه عليها، لقيت النار هبطت، رحت شايلاه وبحته كده، طبعا هو سخن مولع نار، رحت داخله بيه على الحمام، جريت بيه على الحمام وحطيته في ارضيه الحمام، تمام. ورحت واخده بعدي وطالعه على النار التانية دهيت اللي هنا، ما بقتش عارفه اقول يا رب تهدى. طبعا انا طفيت الفرن، انا كل ده اللي انتوا شايفينه ده والفرن طافي مش والع، كل اللي انتوا شايفينه ده والفرن طافي. فالمهم طفيت الفرن كان طافي بس النار لسه والعه مش راضيه تطفي، فرحت جايبه بقى برطمان الملح كمان ورحت كبه عليها، الحمد لله طفت، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا ما حطيتش ميه ولا حاجه، ربنا عالم ايه اللي كان ممكن يحصل. فبصوا اعصابي كلها باظت، طبعا ما كانش ينفع خلاص اشغل الفرن تاني لان اصلا في زيت كمان في قلب لازم بقى ايه، ان شاء الله هتشوفوا احنا نضفناه مع بعض كويس ازاي او عملناه مع بعض كويس ازاي. كان في زيت في قلب الفرن من جوه، ان شاء الله باذن الله بكره هتشوف انا نضفته كمان على الناشف جدا وخليته يرجع جديد، تمام. فالمهم عملت ايه بقى؟ رحت اللهم صل على سيدنا محمد، رفعت الفرخه زي ما هي كده على عين النار من فوق، وسبتها تستوي على عين النار من فوق، وبعد كده هفتح عليها الشوايه، طبعا الشوايه فوق فمش مش هتولع نار ولا حاجه من تحت لان الزيت كان مكبوب تحت. فانا قلت خلاص اولع عليها الشوايه تاخد لون في الاخر، والحمد لله استوت، لان انا كنت خايفه الصراحه بعد ده كله كمان الفرخه تترمي حرام، فالحمد لله استوت واتاكلت وطلعت زي الفل وربنا ستر ومحدش فينا اتأذى، واللهم لك الحمد. صحيح ممكن ما اتصرفتش صح 100%، بس اللي قدرت عليه عملته من غير خساير، يعني هما كان لازم دول يطلعوا من الفرن، وكان لازم انتوا طبعا هتشوفهم دلوقتي بقى لما حطيتهم في الحمام، فطبعا هما كلهم مدهنين زيت وحريقه، يعني زيت محروق اسود. فرحت جايبه كاتل ميه سخنه والصراحه كبيت عليهم، والنبي بلاش حد يقول لي ايه اصل انت غسلتي الصاج بتاع البوتاجاز في الحمام، طب كنت اعمل ايه؟ اوديه فين؟ ده كان لو اتحط في اي حته هيحرق الدنيا، هيحرق السجاد، هيبوظ الدنيا، كانش ليه اي ملجأ تاني غير الحمام. بصوا بقى حطيت عليهم ميه سخنه بتغلي كده مره واتنين، ومسكتهم كلهم بقى حطيت عليهم صابون سايل، ومسكتهم بقى دعكتهم بعد ما كنا اتغدينا بقى، طلعت الفرخه دخلتها تحت الشوايه خدت لون،
وعملت جنبها مكرونه سباكيتي، بس من كتر فجعتي واللي حصل يعني والخضه اللي انا اتخضتها ما كملتش تصوير في الاكل بس. ومليت ازازه الزيت دهيت اهي بعد ما نضفتها وغسلتها، لان هي كانت بص كانت جنب البوتاجاز، فهبابه كانت هبابه حرفيا يعني. ان شاء الله هنكمل كده كده، احنا كنا هننضف المطبخ فمش مهم بقى الدخان اللي طالع طبعا سود الدنيا السيراميك وكده، بس همسكه ان شاء الله بالكلور واخليه زي الفل. المهم بقى تعالوا دلوقتي هوريكم انا عملت ايه في الدولاب بتاعي. بصوا بقى الدولاب ده بتاع الصبيان عندي، انا عايزه اقول لكم ان انا اشتكيت منه الصراحه، حاولت معاه كتير قوي يا جماعه ان انا ما استغناش عنه، عشان انا ما كانش في مقدرتي ان انا اجيب مثلا اوضه تانية او سرير او دولاب غيره، انا مش في مقدرتي الكلام ده دلوقتي خالص خالص بجد والله. فالمهم بقى عملت ايه، الظرف دي كانت دايما بتقع، كل ما اركبها واصلحها جبت لها جرارات جديده، جبت لها مجر جديده، عملت لها بصوا كل حاجه ان هي تتن في مكانها ابدا بتقع. وقعت على ادم وهو نايم الحمد لله، وقعت على رجليه بس ربنا سترها من عنده. طيب عملت ايه بقى، فضلت مشيت ساعه ما رحت السوق معاكم، فضلت اعس كده في السوق والف وادور زي النحله عشان الاقي حاجه تكون مناسبه وما تكلفنيش كتير وما ادفعش فرق كبير وكل الحاجات دي. لان انا حتى لما بروح اشوف اي دولاب مستعمل يقول لي ارقام عبيطه 5000 و6000. المهم يعني ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتشوفوا بقى انا عملت ايه وجبت ايه بداله، وهنرص الهدوم مع بعض وهنجدد اوضه الولاد مع بعض. انا هنا بقى رجعت لكم للمقطع اللي انا كنت منزلاه من كام يوم بتاع فيديو الصيني، انا حطيته دلوقتي عشان عايزه ارد عليكم كده وانتوا سامعيني وانا كاني شايفاكم. كتير سألوني على مكان الصيني والعنوان فين. ربنا يرزق كل من كان، وانا مبسوطه قوي ان انتم مبسوطين بكل الحاجات اللي بعرضها. الصيني يا جماعه مكانه سهل خالص في سيد عمر، قدام جامع سيد عمر بالظبط، جنب ابو يارا بتاع الملابس، عارفينه جنب ابو يارا بتاع القماش. بعديه على طول على اول طلعة سيد عمر في وش الفرن القديم لو انتوا فاكرينه تمام. اللي مش من دمنهور مش مطلوب منك غير ان انتي تقوليه نزلني على اول جامع سيد عمر من ناحية النافورة، وهو هينزلك هتلاقي المكان في وشك. هو اساسا باظ في الشارع كده وطالع لحد بره يعني، بصي يراه اي كفيف فهتشوفيه بكل بساطة. فمش محتاج الايه يعني، مش محتاج تدوري عليه ولا تدوخي عليه ولا كده، لا العنوان سهل وبسيط. انا حبيت بس احط لكم المقطع ده واقول لكم الكلمتين دول عشان ما حدش يفكر ان انا بتجاهل التعليقات ومش عايزه اقول لكم المكان فين. ده انتوا حبايبي، ما كنتش اقول لكم انتوا اقول لي مين، بس والله العظيم على راسي من فوق اقول لكم كل حاجه. بس ومع الف سلامه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. استنوا بقى لما تشوفوا الدولاب الجديد اللي مش جديد وانا جبت دولاب مستعمل، استنوا بقى لما تشوفوه تشوفوا هعمل ايه وارتب الاوضه ازاي، لان انا زهقت منها. على الاقل هتستحمل الولاد كام سنه كده بس، لان انا مش هقدر اغير اوضه كامله دلوقتي. فان شاء الله هنحلها كده وهنرتب الدنيا والدولاب هيبقى نظيف والهدوم مرصوصه وكل حاجه تمام. ومع الف سلامه ونتقابل ان شاء الله بكره. يعني استنوني ان شاء الله باذن الله، مش هغيب عليكم. مع السلامه.